استاذ اشرف، السلام عليكم. عليكم السلام. حمله ليه نعم للسيسي؟ اهلا بيك. ليه نعم للسيسي؟ والله انا شايف ان هو الاقدر للمصلحه، يعني هو يعني الافضل للمصلحه الحاليه او للوقت الحالي. يعني مش معنى كده ان اللي قدامه راجل مش كويس، لا انا شايف ان هو كويس، ولكن هو اقدر بيها. يعني ايه اقدر بيها؟ يعني حاسس ان ناس كتير هيقفوا جنبه ويساعدوه، واحنا عاوزين واحد ناس تتلم جنبه في الفتره ديت. محتاجين ان الناس كلها تتكاتف جنبه، وانا شايف ان هو يمكن اقدر ان الناس بتحبه وليه شعبيه كبيره، زائد كمان ان هو من خلفيه عسكريه، وده ما يعيبوش في حاجه. احنا كلنا دخلنا الجيش وكلنا لنا، ما فيش بيت في مصر ما فيهوش حد في الجيش. لا يعني الجيش من الشعب المصري، والشعب المصري من الجيش. فانا شايف ان هو اقدر في المرحله الحاليه ان هو يقدر يقود البلد، وادعي له ان هو يعني ربنا طيب. يوفقه قبل اي حاجه. طيب بالنسبه كمصر في فرنسا، لو ليك رسالتك هتقول فيها ايه للسيسي؟ اتمنى ان هو يعني ما يغروش المنصب. اتمنى ان هو ما يتعالاش على الناس. اتمنى ان الناس اللي حبته والناس اللي وثقت فيه يكون هو اهل بالثقه ديت. واتمنى ان هو يختار الاختيار الصح للي حواليه. تحيا مصر. واحب اقول ان تعيش مصر وتحيا مصر، وربنا يوفقنا يا رب كلنا يا رب ان شاء شكرا الله. يا اشرف. وشكرا ليك.